السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. منى امين عملت الترند اللي مكسر الدنيا، المكشوفة المكسوفة. تعالوا نشوف عملناها بكل سهولة ازاي وما كلفتنيش كتير. طبعا في المحلات انا بسمع 600 700، لا احنا هنعملها زي ما انتم شايفين اللهم بارك ومش هتكلفنا كتير. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كنافة ضربتها في الكب عشان تبقى كده، او ممكن تستغني عن الخطوة دي تفتفتيها كده بايدك هتبقى نفس الشكل. هنا فردت الكنافة في صينية انا هدخلها الفرن تحت الشواية. حابة تعمليها فوق على البوتاجاز مفيش مشكلة. هنحط بقى سمنة، نص كوباية سمنة، وندعك الكنافة في بعض. هنا بعد ما نزلت بالسمنة كل حتة في الكنافة لازم تبقى شاربة من السمنة دي. هدخلها تحت الشواية وتعالي نعمل الطبقة اللي هنحشي بيها الكنافة. هنا عندي نص كيلو لبن، وهنحط عليه معلقتين كبار نشا ومتدوبين في مية، كل ده لسه على البارد. وهنحط سكر، السكر طبعا حسب الرغبة، بس في مكونات لو هتحطيها هتقللي السكر، يعني لو هتحطي شوكولاتة بيضة هتقللي السكر. انا ما عنديش شوكولاتة بيضة، انا حطيت 3 معالق سكر كبار. تمام، هشغل بقى النار. هنقلب زي ما انتوا شايفين لحد ما القوام يتقل معايا، وبعد كده في اضافات تانية هنحطها ممكن تستغني عنها بس هتديكي تست حلو جدا. ده هنا الشربات انا عاملاه عندي في التلاجة، هقولك على طريقته واحنا شغالين. هنا زي ما انتوا شايفين القوام كريمي اللهم بارك. عندي علبة قشطة هنزل بيها. بعد ما نزلت بالقشطة هحط 2 فانيليا ونقلب. بص القوام اللهم بارك تحفة جدا. طبعا هنغطيها على ما نقطع الفراولة عشان ما تعملش وش. وهنا قطعت الفراولة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، ممكن تكبريها او تصغريها عن كده، بس هي كده الحجم المناسب. وهنا بعد ما الكنافة اتحمرت زي ما انتوا شايفين كده هنزل عليها بالشربات. هنا بقى نبتدي ايه، نحط الكنافة ونزينها. عندك القالب ده زي الفل، مش عندك هقولك البدايل واحنا شغالين. هنحط طبقة كنافة الاول، رصيناها زي ما انتوا شايفين كده. نحط طبقة الكريمة، حطينا الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. هنحط الفراولة ونساوي كده. ممكن تعمليها في فنجان او اي طبق بلاستيك عندك مدور، المتاح عندك هتعمليه. هنحط فراولة تاني هتبقى بالمنظر ده. انا عندي شوية مكسرات هحطهم على الكنافة المتبقية عشان نغطي الوش الجميل ده. هنا بقى بعد ما حطيت بقية الكنافة هنفردها كده بالراحة جدا عشان هنحطها في التلاجة تمسك شوية مع بعض كده، عشان لما نيجي نقلبها يبقى كل حاجة متماسكة. هنا بقى قفلتها بالكيس لاني مش عندي رول بلاستيك، قفلتها كده من الجوانب زي ما انتوا شايفين. هدخلها التلاجة نص ساعة ساعة براحتك. انا عاملاها قبل الفطار عشان على الفطار ان شاء الله اطلعها من التلاجة تهدى شوية ونقلبها ونشوف شكلها النهائي. وهنا كانت النتيجة اللهم بارك. طبعا دلعناها، حطينا صوص فراولة وصوص شوكولاتة. وهنا عملت فنجان. طبعا اتبقى مني شوية كنافة، قلت لا مش هسيبها، لازم ادلعها كده ويبقى شكلها شيك. عملتها في فنجان برضو، حطيت طبقات زي ما انتوا شايفين وصوصات، شكلها تحفة جدا. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش لايك وشير القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.